إلا كان التضخم ياكل الدراهم، كيفاش الأغنياء ما يخسروش؟ ببساطة على خاطر ما يخبوش الدراهم. الفرق بينك وبين اللي يكسب ماشي في الكمية، الفرق في كيفاش راهو يشوف الدراهم. اللي يكسب ما يشوفش باللي دراهم حاجات تتخبى، يشوفها انرجي، طاقة لازم تتحرك وتجيب أكثر منها. ودراهمه ما يحطهاش في خزنة مسكرة تتبخر، يحطها في موتورات تخدم. واش هي هاد الموتورات؟ المهارة هي الوحيدة اللي التضخم ما يقدرش ياكلها. تخيل باللي تعلمت التصميم والديزاين، هاد المهارة ما تهبطش قيمتها مع ارتفاع أسعار، بالعكس، كل ما زاد الطلب على التصميم الرقمي زادت قيمة الشيء اللي تحترفه. ولا تعلمت البرمجة، تصميم المواقع والمتاجر الإلكترونية، التسويق الرقمي، ولا إنتاج المحتوى، هاد المهارات هي اللي تزيد قيمتها مع الوقت. وهذا بالضبط واش راني حاب ندير ونخطوي خطوة لقدام خويا العزيز.